السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى كاملين تكونوا مزيان في احسن الاحوال. اليوم قررت ان شاء الله انني نهضر لكم على واحد الموضوع اللي بالنسبه ليا شي حاجه ضروري نتناقشوا عليها ونتبادلوا فيها الاراء والافكار. وهذا المشكل هذا اللي نقدر انا نسميه مرض العصر، ولا نقدر نسميه واحد الحاجه اللي ولات كنعيشوها كاملين، يعني شي حاجه اللي ولات مشتركه بيناتنا حنا كاملين كإنسان كيعيش في هذه الحياة هذه. وكنزاولوا بزاف ديال الحوايج في الحياة ديالنا، اللي كيقرا، اللي كيخدم، اللي عنده عائلة، اللي عنده بزاف ديال الحوايج. كلنا كنشتركوا في حاجة وحدة اللي هي لو ستريس. لو ستريس شي حاجة اللي انا بالنسبة لي جزء منا كاملين، وكل شي عنده لو ستريس. غير هو غادي نلقاو جوج ديال لي تيب دو بيرسون غادي نلقاوهم في هاد الدنيا مع لو ستريس كيفاش كيتعاملوا معاه. كاينين جوج الانواع ديال الناس، انا بالنسبه ليا صنفتهم لجوج الانواع. النوع الاول هو لا بيرسون اللي كتعرف تجيري لو ستريس ديالها، واللي كتعامل معاه بطريقه عاديه، يعني انها لو ستريس بالنسبه ليها شي حاجه عاديه، ما كتردش ليه البال، ولا كما كنقولوا بين قوسين ما كتسوقش، عادي لو ستريس. الصنف الثاني هو الستريس اللي ولا هو اللي كيحكم في الانسان، يعني الناس اللي الستريس هو اللي ولا كيتحكم فيهم وما قادرينش يتعاملوا ويتعايشوا. ستريس كيولي هو اللي كيغيديهم وكيورينتيهم في الحياه اليوميه ديالهم. لذلك بعد التصنيف اللي درت، راه اللي نبغي نقول لكم هو ان لو ستريس حتى واحد ما مهني منه. لومانيتي كامله، الناس كاملين راهم ستريسين. راه مني كنفيقوا في الصباح وحنا في لو ستريس، تابعك القرايه، غادي تخدم، غادي دير، ولو ما يكون عندك حتى شي حاجه، الفراغ بحد ذاته وراه كيكون عندك ستريس. داكشي علاش انا نبغي نقول لكم ان ستريس يقدر يولي مرض، وامتى نهار ما كنعرفش نتعايش معاه. انا ستريس باش نتعايش مع، اول حاجه خصني نقول انا ستريس راه كاين عند كل شي الناس وخاصني نتعايش معاه. كيفاش؟ انا في الحياه ديالي اليوميه كندير بزاف ديال الحوايج، ولا ما كندير حتى شي حاجه، راه بطبيعه الحال، خاصه ان الناس اللي كيديروا شي حاجه راه كيكونوا موان ستريسي كو الناس اللي عندهم الفراغ راه هو السبب الرئيسي في لو ستريس الزايد اللي عند الناس اللي كيولوا عندهم مرض. علاش؟ انت جالس ما عندك ما يدار، اشنو كيدير اوتوماتيكمون العقل ديالك؟ حنا العقل ديالنا ما كنفيقوا الصباح كيكون نشيط وكيبغي يخدم، كيبغي يفكر، كيبغي يدير بزاف ديال الحوايج. فاش انت كتفيق ما عندك حتى شي بلان، ما عندك حتى شي خطه النهار ديالك، ما عندك حتى شي جدول، اشنو كدير؟ سي اوتوماتيكمون العقل ديالك غيبدا يفكر شنو غادي يدير. غتبقى اول حاجه كتفكر، غتبدا تفكر في راسك، انا شنو هادي والافكار السلبيه غادي يبداو، غتبدا كلك كيولي عندك هذاك الاوفر ثينكين، التفكير الزائد، وكومسا بشويه بشويه كتبدا تستريسا، كتبدا تمرض مع راسك، كتعصب وانت ما عندك حتى شي حاجه تستريسي. وكاينين الناس اللي واخا عندهم بزاف ما يدار، هذاك ملي كتكون عندك بزاف ما يدار وديما مشغول، خاصه الناس اللي كيخدموا عندهم شي خدامي صعاب، اللي غتواجه فيهم صعوبات، كتلاقى فيهم مع ناس هادي كتستريسا. ولكن كاينين الناس اللي نهار كامل هما خدامين بصح كيتعصبوا بالنهار، كتستريسا، وشنو كيوقع؟ ملي كيجيو لدارهم كيلوحوا داك ستريس كامل، كيجي كياكل كيرتاح. كاين اللي الناس اللي ان فوا كيتلاقى مع اول مشكل في النهار ديالو كيبقى النهار كامل هو معصب. مثلا فقتي الصباح لقيتي شي مشكل ولا تناقشتي غير مع مالين الدار ولا شي حاجه، كتبقى تخرج تمشي للخدمه معصب، كتمشي تخرج كتبقى معصب من النهار كامل وانت معصب. من هذاك 5 دقائق اللي تناقشتي فيها حتى كتوصل للدار عاوتاني في العشيه كتجي كتكمل العصبيه ديالك. كاينين الناس اللي كيدوزوا في واحد الموقف، مثلا انا كنمر واحد الموقف معين اللي هو موقف مثلا كيعصبني، الغضب ديالي كيتزاد، ولكن شنو كندير؟ كنتعامل مع داكشي، كنقول صافي ندوز، ما نبقاش معلق، ما نبقاش راسي معلق مع داك المشكل، وكنكمل النهار ديالي عادي. راه هذا هو الفرق بينه وبين الناس هذوك النوعين اللي عطيتكم. كاين اللي عنده سرعه كما كنقول سرعه التخطي، يعني انسان كيتخطى داكشي دغيا، كتخطى دوك المواقف الصعبه في النهار ديالنا. في النهار ديالنا كنواجهوا بزاف ديال الحوايج صعاب. كاين اللي عنده سرعه التخطي وبالتالي ستريس ديالو كيكون اقل وما كيغلبش عليه ستريس. وكاين الناس اللي ما عندهمش سرعه التخطي، اشنو كيبقى ستريس هو اللي كيتحكم فيهم، كيبقى النهار كامل معصبين، وفي الاخر هذاك لو ستريس كيتحول لمرض.
كيولي مرض، ما نقولوش مرض عضوي، كيولي واحد المرض اللي كيأثر على داك الانسان في الحياه اليوميه ديالو، في لا كاليتي دو في ديالو. لذلك الناس باش حنايا كما كنقولوا حنا ستريس ما عمرك غادي تبرى منه، ماشي بحال عندك شي مرض غادي تاكل الدواء وغادي يمشي. ستريس هو بحال الخوف، بحال الغضب، شي حاجه اللي خلقها الله فينا، غير هو كيفاش نتخطاو هذاك لو ستريس ونديروه بحال شي حاجه غادي تعايش معاه. الخوف حنا معايشين معاه، وامتى كينوض الخوف؟ الا كانت شي حاجه كتخلعك. ستريس ما كينوض خصو تا هو يسالي، كما الخوف كيطلع الادرينالين وكيعاود يهبط، كذلك ستريس خصو انفو يطلع يهبط. كاين اللي كيبقى نهار كامل عنده داك لوطو طالع مني انا وجبت، كتبقى نهار كامل انت مستريس. دونك كيفاش اول حاجه هو هذيك سرعه التخطي والتقبل. تقبل انك تفيق الصباح كتقول ان شاء الله توكلت على الله غيدوز هذا النهار مزيان، وخاصني نكون داير على بالي انني غادي النهار ديالي راه غيكونوا فيه بزاف ديال الحوايج سواء زوينه سواء خايبين. خاصني نكون راضي بهذه القضيه ومتقبلها بانني راه ماشي غنعيش النهار ديالي كله زوين وغادي نبقى فرحان. ما يمكنش، ضروري غيكون في هذاك النهار غادي تقلق، غادي تفرح، غادي تغضب، غادي تنشط، بزاف ديال الاحاسيس غادي تدوز منا في هذاك النهار. خاصك تكون متقبلها. وحتى الا دزتي في واحد لو مومون وستريسيتي، كنقول صافي ماشي مشكل، عادي تعصبت هذه صافي نكمل ننسى بحال ما وقع حتى شي حاجه، نكون عندي النسيان، يعني النسيان شي حاجه زوينه ونتقبل هذا الشيء. هذه اول مرحله واول خطوه للشفاء من هذا الستريس. هذا ماشي الشفاء باش انك تولي عايش مع لو ستريس عادي، انت وياه صحاب. خاصك تصاحب مع لو ستريس ديالك والله العظيم باش تقدر تكمل الحياه ديالك وانت بخير. سينو غتبدا تمرض وغيولي عندك مشكل، حتى واحد الناس غينفروا منك، الكاليتي ديال الخدمه ديالك غتنقص، انت غتولي كاره راسك، غتولي عايش في واحد الحياه سوداء. والناس اللي كيولي عندهم لو ستريس اللي هو اكستريم كبير بزاف ما كيقدروش يتحكموا فيه، لان كيولي هو المتحكم فيك، ديك الساعه كتقدر تخضع سوا الجلسات مع لي بسيكولوج، ولا كومسا انك تبدا تمشي. يعني في الاول غيبداو معاك جلسات كومسا باش تولي تعرف كيفاش تجيري لو ستريس، غيعطوك دي زابليكاسيون غادي ديرهم، نصائح، خطوات غتبدا تدرب. سوا في لي كا اللي كيكونوا مغراف كتولي كتمشي عند من بسيكولوج كيصيفطك لان بسيكياتر اللي غادي يعطيك ان تريتمون هكا غير ديكالمون، ولا شي حوايج اللي غادي يبداو يهدنوك باش تولي تجيري لو ستريس. ابخي انت الدواء راه غير واحد الخطوه من هاد الخطوات، راه السبب الرئيسي في التعايش ديالك مع لو ستريس وانك تولي انسان عادي وكتقابل هذاك الستريس بواحد الاريحيه، راه هو انت كيفاش غتعامل، كيفاش انت كتعامل في النهار ديالك، كيفاش كتعيش الحياه ديالك. سينو راه حتى الدواء ما غيبقى يفيدك حتى شي حاجه، غتبقى غير كتاكل في الدواء وحتى هو ما غيبقاش يعطيك نتيجه. غتقول انا ماني انا كنشرب كاع الدواء، لا، راه انت كتشرب الدواء غير باش يعاونك، باش يعاون الجسم ديالك ولي زورمون ديالك يبداو يترخاو ولي زورمون ديال السعاده يطلعوا. ولكن راه انت من بعد اللي خاصك انت تحاول تكون تعيش انسان سعيد ومسالم في النهار ديالك من هذاك لو ستريس. ولو ستريس كما كنقولوا راه ماشي مرض، كلنا كنستريساو شي حاجه عاديه. يعني راه ما غاديش شي حاجه اللي في الدنيا غتحيد لك ستريس، ما كايناش، ما كاين حتى شي دواء في العالم، ما كاينش شي بسيكياتر، ما كاينش شي بسيكولوج اللي غيشافي. لو بسيكياتر براسو ولا بسيكولوج راه مستريسي، هو خدام معاك راه مستريسي. يعني شي حاجه عاديه تقبلها، عيش معاها. ما يكونش عندك غير الفراغ، ما تكونش مع الناس السلبيين، ما تجلسش مع راسك بزاف وتفكر في افكار سلبيه، كون ايجابي وحاول ترتاح وتعطي الوقت لراسك. ولا لقيتي راسك انك وصلتي لواحد النيفو طالع، نعطي لراسي واحد لو مومون ديال الراحه ونبعد من اي حاجه فيها الصداع وفيها الستريس. دونك هذا هو الموضوع ديال اليوم، فيه بزاف ما يتقال وبغيت نعطيكم لو بليز امبورطون المهم. قولوا لي نتوما في لي كومونتير والاراء ديالكم، واش فوزيت دو بيرسون ستريسي ولا ما كتهتموش، واللي مستريسي واش كتعالجوا على لو ستريس، وكيفاش كتجيريو لو ستريس ديالكم في لافي ديالكم. وتشاركوا الفيديو مع كاع الناس. كنظن واحد الموضوع اللي دابا مهم لكاع الناس كبار وصغار، حيت في هاد لي زاني ديرنيير اوني كنا النفسيه ديالنا ولات ما هياش اوني كانت على سبه كما كنقولوا. دونك جيم بيان دو بارطاجي سيت فيديو، فير ان لايك، وميرسي بوكو دابوني في القناه ديالنا. وكنضرب لكم موعد ان شاء الله في الفيديو الجاي على قناتكم بودكاست.